انا صاحيه نفسي اكل سندوتش كده بطاطس بالتوميه، بالطماطم مع خيار مخلل، يعني ميكس كده نفسي فيه قوي. فقمت عملت بقى بطاطس. بصوا انا البطاطس بعملها في الاير فراير، لان انا بديها يعني سلقه كده بسيطه الاول، وبعدين احطها وهحط عليها زيت وشويه توابل وبس، وهسويها بقى في الاير فراير بس. وتعالوا بقى نعمل العيش اللي هنعمل فيه الكلام ده. العيش بقى هجيب بيضه، وبفكر احط حته من عجينه الطعميه، انا كنت عاملاها في الفريزر، فهحط حته كده. مش عارفه، حسيت ان انا عايزه احطها، قلت اجرب يعني، هشوف كده يبقى طعمها ايه. هحط رشه بيكنج باودر، هحط معلقه طحينه كبيره، وهحط رشه خل عشان البيض. القالب طبعا انا حاطه فيه زيت زيتون دهنيه، يعني زيت زيتون عشان ما يلزقش. هرش من فوق بقى سمسم، وهدخله الفرن. فرن سخن، انا كنت مسخناه يعني مدة ربع ساعة كده، وهشوفه شكله بقى وهو طالع من الفرن. هحاول بقى ايه اطلعه من القالب. بصوا ده شكله بقى كده من جوه، بصوا حلو قوي عشان هو لسه سخن. تعالوا بقى ايه نحط فيه الحشو. هحط جبنة، قطع طماطم كده، وهحط البطاطس بقى، وعاملة تومية كده ومقطعة فيها خيار مخلل، نحطها بقى من فوق. عايزة ادوق بقى، ندوق كده واقول لكم. يلا بينا ندوق سندوتش القمر ده، هيلسي كله فوايد. مش عارفه موضوع الطعميه ده يبقى طعمه حلو ولا ايه، بس هنجرب. بسم الله. اقسم بالله طعمه تحفه، طعمه جميل جدا والله يا جماعه، طعمه حلو جدا، وخصوصا بقى موضوع التوميه ده حلو قوي بجد. جربوه، لا بجد جربوه، طعمه حلو والله، وصحي جدا من غير عيش، كله فوايد يعني، مفيش اي حاجه ضاره. جربوا بقى. يلا انا هسيبكم بقى، انا اكمله. وادعولي عشان موضوع البوتي تريننج ده طلع صعب جدا وتعبانه جدا والله. الموضوع فعلا يعني ربنا يقوينا كلنا والله. كل شويه حد يقول لي طمنينا طمنينا، بطمنكم، هو بجد الموضوع تحفه، ربنا يقوينا.